معلومة خطيرة وحطها في دماغك واوعى تقلب الفيديو. في الوقت اللي احنا فيه وقت الصيف بنصحى من النوم بنحس بحاجة غريبة. وايه هي الحاجة غريبة؟ قبل بداية الفيديو بقول لك سلام عليكم او صباح الخير او مساء الخير وقت ما انت بتسمع فيه الفيديو. النهاردة واول واحد انا بحس بالاحساس ده. بصوا يا جماعة، الطاقة السلبية فعلا بتأثر جامد على الرياضيين وبتخليهم مش قادرين يتحمسوا انهم ينزلوا يتمرنوا او يكملوا الطريق. ساعات الواحد بيصحى من النوم حاسس انه مش طايق نفسه، مفيش دافع، جسمه تقيل وبيقول لنفسه انا ليه بعمل كده اصلا؟ وده مش كسل، ده بيبقى نوع من الاكتئاب الخفيف او الضغط النفسي اللي بيكتم كمان لما الرياضي يفضل يضغط على نفسه من الحماس غير ما ياخد بريك او يسمع لنفسه. بيبدأ يحس انه بيتمرن بالعافية وده بيخلي التمرين نفسه عبء مش متعة، وده بيسحب منه الطاقة اللي المفروض الرياضة تديهاله. وفي كمان حاجة بتزود الطاقة السلبية زي المقارنة بغيره أو لما يحس إنه مش بيحقق نتيجة زي ما هو عايز أو الناس حواليه بتقوله كلام محبط. الحل أول حاجة يسمع لنفسه شوية ويعرف هو تعبان نفسيا ولا لأ، ياخد يومين راحة، يغير جو، يعمل حاجة بيفرح بيها، يبعد عن الناس اللي بتنج عليه أو بتقارنه، ويفكر دايما هو بدأ ليه ويرجع للشعور اللي خلاه يحب الرياضة من الأول. الرياضة يا جماعة مش بس عضلات، ده كمان نفسية. لو النفسية وجعت الجسم هيوجع وراها. ولو وصلت لحد كده من الفيديو اعمل لايك، تعليق حلو، اشترك في القناة عشان تدعمنا ونوصلك معلومات مفيدة، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمة. وما تنساش اعمل جولة في القناة، ممكن تلاقي حاجة تفيدك او انت بتدور على حاجة ممكن تلاقي فيديو يفيدك. واشوفكم على خير ان شاء الله.